مساء الخير عليكم جميعا. من برنامج بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي مع شريف المصري. الحقيقة النهاردة موضوع بسيط نتكلم فيه وبسهولة كده، هو موضوع الزمن، وإن الزمن مش بس بيحط البني آدم في مكانه الصح، ده بيعيد نفسه كمان. يعني يا جماعة مش هينفع إن الزمن يفضل يتفرج على نفسنا كده، كل واحد بنحكم عليه نيجي بعد كده نلاقي الزمن بينصفه. ممكن نبقى مختلفين معاه النهارده، بكره الزمن بينصفه. نفس الوقت حد احنا دافع عنه دلوقتي بعد كده نلاقي الزمن بيدينه، وده الحقيقة. الموضوع ده موضوع صعب جدا، المناقشة فيه باختصار حدث بيعيد نفسه. أنا شايف النهارده خبر التداول كله حوالين السوشيال ميديا على طارق عامر ووزيرة الاستثمار. بحس بأجواء 67 تاني، بحس طارق عامر هو عبد الحكيم معانا، نفس الموقف اللي احنا واقفين فيه ونفس المعركة اللي احنا واقفين فيها، بس مع اختلاف الأمور. دي كانت معركة عسكرية، ودي معركة أعتقد أكبر من نقول إنها معركة اقتصادية، دي معركة مصيرية. وما ينفعش إن احنا نشوف اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي، بغض النظر عن العلاقات الشخصية. احنا حالة حرب، وما ينفعش إن احنا يحصل اللي بيحصل ده. ما ينفعش إن احنا يبقى عندنا رئيس جمهورية ورئيس وزراء. رئيس ما ينفعش كده، يا سيادة رئيس الوزراء ما ينفعش كده، كده كتير. بس طارق عامر هي يعني لا الشخصية المناسبة اللي يقدر يتجوزها، يا ريت يقدم استقالته ويسيب العمل العام، ويبقى احنا كده مشكورا نتمنى له زفاف سعيد. بس مش هينفع اللحظة دي اللي احنا بندير بيها يوم بيوم، بندير بيها أزمة، وأزمة مش عادية، والاستهانة بالأمور. يعني ملف الاستثمار وملف البنك المركزي، يعني موضوع بصراحة غاية من الخطورة. وبعدين نلاقي الأحداث اللي فاتت دي كلها، وبعدين نلاقي ده دلوقتي. كده كده احنا ماشيين في اتجاه مش مظبوط، محتاجين ان احنا نعيد النظر تاني في الامور اللي احنا فيها. وفكرة بقى اصل ده موضوع شخصي وبتاع، ما صراحة المرار ده صعب قوي على الواحد انه يتحمله. انا مش قادر اتحمل الفكرة نفسها، مش قادر اتحمل ان احنا كنا في لحظات مصيرية والهمسات دي كانت شغالة. انا مش قادر. حضرتك شايف ان انت محتاج تتجوز ومحتاج ترتبط، حضرتك نسيب العمل العام بقى. انا واحد من الناس مريت بتجربه قبل كده، يعني تجربه 67 دي، وكان برضو معايا عبد الحكيم عامر. فيعني ده كابوس بالنسبه لي، فانا مش قادر اتحمله. ارجو اتخاذ اللازم. الاستاذ طارق عامر يعني كده كتر خيره، جزاك الله كل خير يا استاذ طارق، ونتمنى لك زواج سعيد، وسيبنا في حالنا بقى عشان احنا ايه مش مستحمله هي اصلا. يعني النكسه اللي احنا فيها دلوقتي اصعب بكتير من نكسه 67. على الاقل 67 هنعد الجيش، انا مش عارف هنعد ايه صراحه. يعني اشكرك جزيلا يعني على مجهوداتك. يعني يا جماعه خلاص الواحد مرارته اتفعت. يعني انا بصراحه مرارتي اتفعت، مش قادر اتخيل ان كل ده كان بيحصل واحنا في حجم الازمه اللي احنا كنا فيه. وفي النهايه وزيره الاستثمار تروح بيت عشان تتجوز. يعني كده خلاص بقى، يعني احمد حاسس ان احمد عز وشهناز النجار ويعني واحد عجبته واحده وخلاص طلع من مجلس الشعب واتجوزك، ماشي حريه شخصيه، ده موقف مختلف صراحه. يعني ما اظلموش برضه، موقف مختلف. يعني الراجل في النهايه عضو مجلس الشعب وهي عضوة مجلس الشعب، واحتراما للعمل العام هي قدمت استقالتها واتجوزها. انا كده بحترمه، ولا كان في ازمه، ولا كان في حاجه، ولا كان في علاقات مشتركه، ولا كان في ملفات مشتركه. احترامي الشديد يعني راجل، يعني ربنا يد من اجر الجميع، بس كده كتير. خلاص انت عايز تتجوزها يا عم خلاص. وبعدين نيجي نشوف دلوقتي ان وزاره الاستثمار تتضم على التعاون الدولي. يعني ايه ده؟ لا كده في حاجه غلط، كده في حاجه محتاجين ردود يا سياده الريس، محتاجين تفهمنا ايه اللي بيحصل. لان احنا الحقيقه مش هينفع نفضل كده في نفس الموال ده كتير. انا عن نفسي تعبت، وانا شايف ان انت
استمرار سكوتك ده هيعرضنا لازمات اكبر من اللي احنا. شكرا شريف المصري.